صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا، أنا ورب الكعبة ورحمة تيتا مش هحلف بيها كذب، أي فيديو بنزله ما يخصش حد كان في حياتي، عشان أنا كنت مخطوبة لراجل، كنت مخطوبة لحد كويس، وحد أنا شايفة إن احنا كان في بينا حب وكان في بينا حاجات كويسه، وان عيب اصلا ان انتوا تاخدوا الفيديوهات دي. انا لما نزلت اي فيديو انا قلت الناس ناضجه هتقول دي سما بتعمل محتوى فيديو وحاجات عاديه، عشان بس اكونتها القديم اتحذف فبتعمل نفس محتواها. طب ما انا لما كنت مخطوبه وكان في حياتي الشخص ده كنت برضو بنزل فيديوهات برضو كده للترفيه، مش قصدي بيها فلان ولا بتاع، كنت بنزل عادي. فانا قلت دي ناس ناضجه وفاهمه انا بعمل ايه، بس اكتشفت انه لا، فطلعت اقول لكم كلمه واحده ورد غطاها عشان انا مش هتكلم تاني. انا عمري ما اقول اي كلمه وحشه تمس الشخص اللي كان في حياتي، واحنا اسباب شخصيه خلتنا نسيب بعض، لا هو وحش فيها ولا انا وحشه فيها، ده النصيب وده القدر، وربنا لو كاتب حاجه هيكتبها بعدين يا عالم. لكن انا عن نفسي فيديوهاتي ما تخصش حد، لان اول حاجه احنا بينا اهل انا وهو، وبينا كل حاجة كويسة، وغير كده بشيل حتة ان انا ممكن الانسان ده ممكن يجمعني بيه مكان بالصدفة، فرح كحد من البلوجر فهشوفه، فمش عايزة يبقى في بينا عداوة او في بينا مشكلة، وانا مفيش معايا مشكلة مع الشخص ده، بالعكس كل حاجة انتهت بكل احترام، بكل حاجة حلوة، فملهوش لازمة اللي انتوا بتعملوه او بتقولوه عني في حقي. كل واحد يعمل اللي يريحه، وانا عن نفسي عشان ما تشافش غلط منكم او من الشخص ده ويفكر ان انا بعمل حاجه او انتوا تفكروا ان انا بعمل حاجه، انا هبطل اعمل ده وهنزل حاجات عاديه وهعمل لكم ميك اب واعمل لكم لحد ما ارجع لمحتواي بعد ان شاء الله. ما طالما انتوا شايفين ان انا بعمل كده خلاص، يبقى انا اتجنب وجع الدماغ لحد ما انا حياتي تستقر واشوف انا هعمل ايه، وقتها انتوا تنسوا الموضوع وانا ابقى نسيته. وشكرا.